بعد ما خلصت الفيديو اللي فات بتاع المصيف رحت نمت واتغطيت كويس وجبت جنبي دبدوب على شكل ميكو، وانا متاكد ان مفيش اي قصص تاني، خلاص حياتي خلصت على كده. فكرت كتير قوي بس مفيش اي حدث مهم ينفع يتحكي تاني. كنت زعلان الصراحه عشان في حنفيه مشاهدات كده اتقفلت، بس لما قمت من النوم انا افتكرت كل حاجه، حياتي كلها بقيت فاكرها، كل المواقف المحرجه والمخيفه، المواقف المشكوك فيها والمواقف اللي كان نفسي ما افتكرهاش. حتى يوم ولادتي بقيت فاكر وش الدكتور، وصدقني لو شفتك في الشارع هوريك ازاي تضربني في المكان ده تاني. المهم كلها بقت مكتوبه في كشكول علاء الدين، ده الوحيد اللي لقيته اول ما صحيت. بقى اعمل ايه؟ وبكده بقى عندنا شلال فيديوهات لمدة سنة قدام. ليتس جو. في الفيديو ده هحكي لك 3 مواقف مخيفة حصلت معايا، وهيبقى عندنا مسابقة برضو. في ال3 مواقف هيبقى فيهم موقف واحد مش حقيقي انا اللي مألفه، واللي يعرف يخمن الموقف ده صح هيكسب معانا جايزة كبيرة جدا قد كده اهو. بس ما تتعشمش في جيفاوي، انا بقبض علبة جبنة عبور لاند. ممكن تكسب حبي وتقديري المتواصل. عاوزين فلوس؟ طب هتاخد علبة الجبنة، يلا يا شحات يا معفن. من غير ما اطول اكتر من كده، اقعد في حتة لوحدك واقفل النور وبص حواليك كل شوية عشان ممكن يبقى في حد مستخبي في الضلمة. اول موقف حصل معايا من حوالي 7 سنين. ساعتها انا كنت طالع من درس مع شويه اصحابي، والمنطقه اللي كنا فيها كانت عباره عن فراغ، مفيش حد ومفيش حاجه غير توك توك واقف بعيد ومشغل اللمبه في الضلمه، فاكر نفسه الباتشينو في المافيا تقريبا. المهم ان انا واصحابي ما اديناش الموضوع اي اهتمام وكملنا ماشي وهزار لحد ما كل اصحابي ركبوا المواصلات بتاعتهم وفضلت انا لوحدي، لان بيتي كان قريب جدا وكان المفروض ان اروح ماشي اصلا. فببدا الف في الاتجاه المعاكس الا والاقي التوك توك بيجري عليا وعامل حركه السمبوسه وقف قدامي. انا عشان عايش في مصر في اماكن التلوث والحوادث والتكاتك اللي بترقص، انا ما خفتش اصلا وافتكرته شارب حاجه وكنت همشي. بس قبل ما امشي اشوف الراجل اللي ورا وهو بيمد ايده وبيمسكني بيقول لي انت ده اللي كنت بتعاكس مراتي امبارح. وات؟ عاكس مين؟ تخيل راجل عنده 50 سنه ماسك طفل عنده 4 شهور يقول له انت كنت بتعاكس مراتي. انت بتقول ايه؟ وانا من الايرور اللي جاي في دماغي ما استوعبتش اصلا السؤال، بس هو ما ادانيش فرصه وقال لي يلا اركب عشان نروح لمراتي ونسالها لو كنت انت ولا لا. وانا من الغباء ركبت معاه. بس واحنا ماشيين بدا يقول لي هات تليفونك وهات رقم ابوك واسمك ايه. اول ما بدا يسال الاسئله دي انا دماغي رجعت تشتغل واستوعبت انا في ايه. استوعبت اني هبقى لفه بسطرمه بتتباع في البان الهدى كمان شويه. بدات اعرق والكلام بيطلع بصعوبه قوي. والله انا تليفوني بايظ ومش حياه اخواتي عباره عن سحليه وطبق جبنه روبي حتى. بص، وطلعت له تليفوني اللي كان ساعتها اوبو اي 1 كي، تليفون زاني انا فاكره كويس. ده التليفون اللي عملت عليه اول قناه في حياتي وكانت قناه زباله. المهم لما الراجل شاف الكلام ده معرفش بقى ضميره صحي ولا استوعب ان لحمي يبقى بطعم الفقراء ولا ايه، نزلني من غير ما يتكلم ومشي. وانا بقى انا كنت طفل معقد والله، قعدت امشي واضحك زي المجنون. الموقف اصلا كله على بعضه ما بيدخلش العقل، بس لما رجعت البيت ونمت على السرير استوعبت بقى انا كنت هتخطف. حلمي بقى اني ابقى يوتيوبر واتجوز واحده اجنبيه ونعيش في جزر القمر كان هيتبخر. كنت هتباع في مبادره السيسي، علبه البسطرمه ب 15 جنيه، حته مني كانت هتتباع ب 15 جنيه. الحمد لله الموقف ده عدى على خير بجد. الموقف التاني مش فاكر حصل لي امتى بالظبط، بس هو بيمثل كل حاجه انا بخاف منها. الموقف ولا خلينا نقول ان اليوم كله كان مرعب بالنسبه لي. ساعتها انا كنت راجع من دوام العبوديه وتعبان جدا، وعشان انا تعبان جدا السرير بص لي من فوق لتحت كده وراح قايل لي مفيش نوم النهارده، اروح امك، اروح يمين اروح شمال مفيش فايده، مش عارف انام. لكن افتكر اني كنت جايب شريط منوم للحالات اللي زي دي، وبدل ما اخد حبايه زي ما تعاليم السلامه والروشته اللي مكتوبه باللون الاحمر بتقول، ورحت واخد 3 حبوب ورا بعض ورحت انام. وحرفيا ما حسيتش باي حاجه خالص. 3 حبوب من منوم سعره 500 جنيه ما عملوش اي حاجه. فبقرر اقوم واروح افتح التلاجة واشرب ميه، بس لما بروح المطبخ بلاقي المطبخ مش موجود اصلا. المطبخ اتشال من على الخريطه واتحط مكانه سواد مرعب كده. اللي حسيت بساعتها ان قلبي بيحاول يخرج من صدري يشم شويه هوا. حاولت استوعب اللي بيحصل وارجع اوضتي الاقي كل حاجه بتعوم قدامي، السلم بيطير، التلفزيون بقى طبق اندومي، البلاط بقى شوربه. والارعب من كل ده اني بدات اشوف كل حاجه بخاف منها مره واحده ورا بعض. عفاريت، دباديب بتتحرك، الست الشبح، او الصراحه انا ما عنديش مشكله ان الست الشبح تطلع لي، يعني كل حاجه قدامي بتتحرك عليا وانا قلبي عمال يخبط. وفجاه بصحى من النوم على سريري بعد 7 ساعات نوم، عرقان ومرعوب وجسمي حاسس انه بيولع. مش محتاج اقول لكم بقى اني خدت الحبوب دي وحطيتها في اكل الدكتور اللي كنت شغال معاه. الموقف الثالث والاخير حصل لي لما كنت شغال عامل توصيل. ساعتها كان عندي اوردر في مكان قريب من بيتي، ولما اقول قريب من بيتي عاوزك تعرف على طول انه في اكتر مكان مقطوع في العالم. الحاجه الوحيده اللي استفدتها من المكان ده هو ان الديلر اللي هناك بطل يقول لي عاوز حاجه في الراحه والجايه، وعارف اني بشرب لبن بالشوكولاته. المهم اني رحت اوردر في عماره 15 دور، ودي كانت اطول عماره في المنطقه اصلا. وعلى حظي بقى ان الاسانسير كان بايظ ساعتها، بس انا ما كنتش اعرف كده. ولما رحت العماره واكتشفت الاسانسير بايظ والست في الدور الاخير قلت لا مستحيل، انا هرن عليها اول ما تقول معلش يا ابني هفك سبرنت على المطعم واقول لهم العماره كانت بتولع والدور 15 فرقع. بس الست كانت بتستخدم اسلوب شيطاني. اتصلت بيها اول مره
وكانت بتتكلم بكل هدوء وقالت لي انا عارفه يا ابني ان الاسانسير بايظ وعارفه انك مش هتقدر تطلع على السلم، فمعلش استناني وانا نازله لك يا ابني. خلاص تمام انا مستنيك تحت. انا نازله لك اهو على السلم وانا ست كبيره عندي 22 سنه، ايه عندي 67 سنه ورجلي والقبر، بس انا ما يرضينيش وانا نازله لك اهو. انا نازله اهو، نازله ورجلي بتوجعني اهو. خلاص يا حاج انا طالع لك. شكرا يا عمو هي فين الحاجه اللي كان بيتكلمني؟ شكرا يا ابني وحياه امك. رغم ان الموقف خلاني اشد في شعري وانا نازل، بس قلت مش مشكله اديني طلعت والموضوع خلص. لكن لما انزل بقى ابص على المكان اللي كنت رابط فيه العجله بتاعتي، العجله اختفت. كنت رابطها في موتور ب50 سلسله كلهم اختفوا حتى الموتور. انا قعدت على السلم وقعدت اكلم نفسي، يعني خلاص مفيش بيسيء احلامي، يعني هشتغل باقي عمري عبد عشان اسد ثمن العجله. لكن وانا في قاع الياس الاقي الديلر بتاع شارعنا جاي جري ومعاه عجلتي وبيديها لي، وطلع كان بيعمل عمليه سرقه في المكان هنا وما عرفش ان العجله بتاعتي الا لما شافها في النور. انا قعدت فتره كل ما اشوف الشارع ابص له نظره كلها امتنان وتقدير، بس بطلت بعد كده عشان رجع تاني يقول لي عاوز حاجه يا نجم. ايه عاوز؟ برشام، بانجو، تفاح، كيوي، برتقان، مانجا، ملبس بطعم المانجا. قبل ما تطلع ما تنساش تكتب في الكومنتس تحب نتكلم ايه عن المره الجايه، وعاوزكم تستنوا فيديو النقد الجاي عشان احلب اللي جابوه.